السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت النشادر بطريقة سهلة وسريعة ان شاء الله. هنحتاج معانا كيلو دقيق، 300 جرام سكر بودرة، 300 جرام زبدة، نص كوباية زيت، 4 بيضات، نص معلقة صغيرة نشادر، ربع معلقة فانيليا او نص معلقة، نص كيس بيكنج باودر. مكونات بسيطة جدا وهتبداي تشتغلي الخطوات بتاعتك. الزبدة يا جماعة هتكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني انت هتبقي مثلا مطلعاها من التلاجة سايباها على الرخامة عندك في المطبخ، تهدى براحتها كده وتفك مع نفسها. هتحطي الزبدة في العجان بتاعك. انا قلتلك قبل كده في حلقة البسكوت التاني، عندك عجان او مضرب كهرباء او مضرب سلك، اي حاجة اللي عندك وهتشتغلي بيه. هتحطي الزبدة، ممكن تفككيها من بعضها الاول، ولو هي فكت خالص ممكن تحطي عليها السكر وتبداي تضربيهم مع بعض على طول. هتضربي السكر والزبدة كويس جدا وما تستعجليش عليهم لغاية لما القوام بتاعهم يبقى كريمي معاكي. بعد ما تضربي الزبدة والسكر او اثناء ما انت بتضربي الزبدة والسكر هتحطي معاهم الزيت. المكون ده او الفكرة في الزيت هو المكون اللي بيخلي البسكوت هش وطري معاكي، ويعني مش عايزه اقولك بيتكسر منك بمنتهى السهوله. بعد ما ضربنا السمنه الزبده والسكر والزيت وبقى كريمي معانا بالمنظر دوت، طبعا زي كل مره انا بوريكي العجينه او بعد ما ضربتيهم بقت كريمه ازاي. بصي لونها فتح خالص، بقت بيضه وفي نفس الوقت بقت كريمه خالص، اكنك بتضربي كريمه من بتاعه الحلويات. هبدأ بقى اقفل العجان بتاعي تاني او اشغله، وبعد كده هنزل بالبيض. هتعمليه على درجة هادية علشان البيض انت هتحطيه بس ما يطرش بره او ما ينطورش بره. بعد كده هتبداي تحطي البيض. ابدأي بقى حطي البيض واحدة واحدة، ما تروحيش تقلبي البيض كله في العجان وتقولي العجينة باظت او المقادير مش مظبوطة او كده. حطي البيض تدريجي واحدة واحدة. حطي بيضة لما تبدأ تعمل في العجينة وتختفي معاكي كده، ابدأي زودي البيضة التانية. امشي الخطوات واحدة واحدة، المقادير ان شاء الله تطلع مظبوطة معاكي والحاجة هتبقى مظبوطة. طبعا الحاجة كلها غالية بره يا جماعة ومكلفة، فمفيش مانع ان احنا نجرب ونعمل حاجة في البيت لولادنا، بس امشي الخطوات صح. الحاجات دي ما تستعجليش فيها، امشي الخطوات بتاعتها بالترتيب ومظبوطة عشان تطلع معاكي مظبوطة. خلاص كل ما بيضة بتختفي ببدأ احط التانية كده. احنا حطينا كمية البيض بتاعتنا، هضربهم برضو كويس جدا. يعني هضرب البيض مع الكريمة مع الزبدة والسكر والزيت. بعد كده هجيب نص كوباية لبن، هحط عليهم نص معلقة نشادر. لو انتي عايزة تختبري النشادر بتاعتك ممكن تضيفي كمان البيكنج باودر عليهم. لو النشادر طازة او لسه انت شارياها خلاص امشي كده نفس الخطوات. هتحطي البيكنج باودر مع الدقيق. خلاص انا قلبت النشادر كويس وضربت البيض كويس. هبدأ بقى اضيف نص كوباية اللبن دي بالنشادر معايا. يبقى احنا ضفنا النشادر مع اللبن وضفنا الفانيليا مع البيض، وضربنا المقدار كويس. بعد كده هضيف البيكنج باودر مع الدقيق، وهغير بقى المضرب واحط الكف عشان انا هقلب بس الدقيق. احنا ضربنا الخليط بتاعنا وظبطناه زي ما احنا عايزين. هبدأ بس اشغل الكف كده عشان ابدأ اضيف الدقيق. انا حطيت ذرة ملح على الدقيق ونص معلقة بيكنج باودر، وهبدأ اضيف الدقيق واحدة واحدة.
في ناس بتضيف الدقيق مرة واحدة، بس انا بحب اضيفه واحدة واحدة، لان ممكن الخليط بتاعي ده ما ياخدش كيلو الدقيق كامل، يعني ممكن يجي في الاخر كده يفضل 3 4 معالق العجينة خلاص مش عايزاهم. فكده افضل بدل ما ترجعي تزودي بيض تاني او ترجعي تزودي لبن تاني والعجينة تبوظ منك. خلاص انا قلبت العجين بتاعي والدقيق اختفى. بصي بقى ما شاء الله العجينة طرية. بصي طرية زي مش مستحملة، يعني هي ما كانتش طرية كده مش هتمشي معاكي في القمع، لان هي بعد شوية كمان بتشد. هفضي بقى العجين بتاعي، افضيه بقى في طبق او هسيبه معايا في العجان زي ما انا عايزه، واخد منه احطه في الكيس الحلواني. طبعا انتوا ماشيين معايا من اول الحلقات، ده الكيس الحلواني هنحط فيه القمع او الرسمه اللي احنا عايزين نشتغل بيها، وهبدأ بقى احط فيه العجين. طبعا في المرحله دي هنبدأ نولع الفرن بتاعنا على درجه حراره 180 او 190، وهنحط هنظبط الفرن على ان احنا هنسوي في الرف اللي في النص. هحط العجين بتاعي وهظبطه في الكيس كده وهطلع منه الهواء، وهجيب صينية صغيرة نجرب فيها برضو او نختبر العجينة فيها وندخلها الفرن ونشوف العجينة عاملة معانا ايه. الخطوة دي مهمة علشان تعملي المقدار بتاعك صح. ابدأي بقى قطعي بالرسمة اللي انت عايزاها. انا كنت عملت البسكوت التاني بالمشط، فحبيت اغير في الرسمة ده علشان البسكوت ده يبقى مختلف عن البسكوت الكيس التاني. يبقى مثلا الولاد عارفين ان البسكوت النشادر بالرسمة دي والبسكوت المشط بالرسمة التانية. وهسيب لكم برضو الفيديو بتاع البسكوت التاني في شاشة النهاية. هتضغطي كده وهتعملي الرسمة بتاعتك زي ما انت عايزة. كده خلصنا الصاج بتاعنا والفرن سخن كمان. هنبدأ بقى نسيب العجينة على جنب كده نغطيها، ونبدأ نختبر الأول ونسوي الصاج ده نشوف البسكوت بتاعنا عامل ايه. ده بعد ما طلع من الفرن ما شاء الله بالمنظر ده. ممكن في اخر دقيقتين تولعي الشواية تحمري الوش، لو الفرن بيحمر فوق وتحت هتسيبيه على درجة الحرارة بتاعته وهو هيحمر. طريقة سهلة وبسيطة، وعملتي بسكوت مختلف لولادك. يبقى احنا عملنا طريقة بمقادير مختلفة المرة اللي فاتت، والمرة دي بالنشادر. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.